انا هذلكم. اهلا بيكم احلى متابعين في فلوج جديد ومختلف جدا. النهارده قررت اخدكم معايا في رحله لمدينه ليها سحر خاص، بورسعيد، مدينه التاريخ والبحر والاسواق والاكل الحلو. استعدوا معايا نكتشف مع بعض اجواءها وشوارعها والشواطئ بتاعتها واحلى لحظاتها. فلوج مليان طاقه وحياه ولحظات مش هتتنسي ابدا. اعملوا لايك ويلا بينا. صحينا الصبح بدري وركبنا الباص ووصلنا لبورسعيد، مدينة السحر، مدينة من أجمل وأعرق المدن الساحلية في مصر، وطبعا لها تاريخ عظيم وعريق جدا في مصر. يعني مهما يعني وصفت المدينة دي مش هوفيها حقها أبدا أبدا أبدا. فعلا مدينة من أجمل المدن اللي شفتها في حياتي. دلوقتي احنا راكبين المعدية وماشيين بالباص في المية، بننتقل من بورسعيد لبور فؤاد. طبعا انا بنتي معايا رؤية بتقول لكم ازيكم عاملين ايه، سلموا عليها بقى. وبعدين مشينا شوية جوه مدينة بور فؤاد. من أحلى الحاجات اللي لفتت انتباهي في بورسعيد عامة أو بور فؤاد يعني اهتمامهم بالمعمار الإسلامي. عندهم مساجد من أجمل وأحلى المساجد اللي أنا شفتها في حياتي. ما بقدرش أمنع نظري من إن أنا أشوفها، بجد حلوة قوي قوي قوي. وزي ما احنا شايفين احنا مستمتعين جدا جدا انا وبنتي، وبرضه بترخم عليكم عادي. رؤية مجنونة. وبعدين ركبنا الباص، رجعنا تاني من بور فؤاد لبورسعيد. بس كده ركزوا معايا وشوفوا منظر الأجواء، منظر المية حلوة قد ايه، والسفن والميناء كله اساسا ما شاء الله حاجة كده في منتهى الجمال. من شايفين كده عربيات موجودة معانا اهي، واحنا في نص المية بالظبط. زي ما قلت لكم بننتقل دلوقتي من بور فؤاد لبورسعيد. نزلت شوية وطبعا لازم كنت اخد صور ليا انا والبنات ومامتي في المنطقة. بجد حلوة قوي قوي قوي، وكان يوم لطيف جدا. تمام. وبعدين خرجنا بقى كلنا كده خلاص، وهنبتدي بقى نروح للمكان اللي احنا هنقعد فيه حوالي 3 ايام، بيت الشباب. بجد المكان تحفة يا جماعة جدا جدا. الأوض فيه حلوة قوي قوي. هوريكم كل حاجة طبعا ده وانا داخلة اهو خلاص المكان. الفيو بتاعه حلو قوي على فكرة، وبيطل على الاستاد، فالموضوع سهل قوي. استاد عبور سعيد. انا اهو بقول لكم ازيكم عاملين ايه. وده منظر اللوبي من جوه. طبعا لسه بيسكنونا في الغرف، بس احنا خدنا غرفه حلوه قوي، كانت في الدور الثاني. بصوا منظر الغرفه من جوه حلوه قوي ونظيفه جدا جدا فوق ما تخيلوا، ومكيفه طبعا. التكييف فيها حلو قوي قوي. احنا كنا حاجزين 5 سراير، انا ومامتي وبناتي وابن اخويا. وده الفيو من الشباك حلو قوي. وطبعا هوريكم بقيه الاوضه من جوه عامله ازاي. بس كده معايا. وهنا ده الدولاب، ودي التسريحه، وده هنا التواليت. نضيف برضو قوي قوي، وحاجه كده يعني نظيفه جدا. وده الشباك بيطل على فيو حلو قوي. وده انا بقول لكم ازيكم عاملين ايه. وبعد شويه نزلنا نتغدى في المطعم. دي فراخ مشويه، على فكره فراخ مشويه حلوه قوي هناك، وسلطه ورز وشوربه. طبعا هسيب لكم الاسعار وكل حاجه ان شاء الله عشان تبقوا عارفين اليوم بكام وكده. وده المنظر بقى بتاع الغروب في منتهى الجمال. ده كان من الشباك اللي جنب السرير على طول. مش قادره اوصف لكم المنظر حلو قد ايه، ومريح جدا جدا للنفسيه. روعه. بورسعيد دي انا بحبها جدا. هل احنا نمنا؟ لا ما نمناش. نزلنا بقى بالليل نكتشف المنطقه. بصوا فيها محلات وفيها مناطق كانها في اوروبا. برضو انا ورؤية نسلم عليكم. ورحنا عشان نشوف الشط بقى نظامه ايه وبيفتح امتى والكلام ده. ده منظر المية بالليل، مش قادره اوصف لكم المنظر تحفه قد ايه. ده كده بالليل، وبصوا السماء منوره شويه كده، مهما وصفت لكم حلو قد ايه. وطبعا ما ينفعش بورسعيد نروح يعني في بورسعيد ما ناكلش كاساتا من سلسبيله. مش قادره اوصف لكم طعمها حلو قوي. احنا كنا بناكل منها كل يوم. خلاص بقى انا نسيت الدايت في الكام يوم دول، مش مهم. خلينا نتبسط بقى شويه، بلاش بقى وجع دماغ. بس اوريكم منظرها حلو قوي. انا كنت اول مره ادوقها على فكره. الكاساتا دي عباره عن ايس كريم، بس بقى طعم حلو قوي، ويعني لذيذه. سكرها على فكره ما كانش اوفر يعني، بس الطعم حكايه بصراحه. وانا اهو باكل ايس كريم قدامكم اهو، او الكاساتا يعني. خطيره خطيره بجد. وده تاني يوم بقى احنا رايحين البحر، انا ومامتي وبناتي وكده. بص هقول لكم على حاجه. هي الميه مش واو قوي مثلا زي مرسى مطروح او شرم او دهب والكلام ده، بس والله مش بطاله يعني، نظيفه.
الشاطئ نضيف، ما فيهوش اي حاجات مش لطيفة، يعني هو كويس، يعني المية كويسة لكن مش واو ومش سيئة خالص. بس والله الامواج على الاقل هادية. الخدمة هناك كويسة جدا جدا، الاسعار كمان ممتازة قوي. آم، يعني ما عنديش اي حاجة اقولها غير ان انا اتبسطت جدا جدا، كان يوم لطيف قوي واتبسطنا بصراحة، يعني ما اتضايقتش. ده كده كان اول يعني تاني يوم. واحنا نازلين بقى دلوقتي رايحين المطعم عشان نتغدى. ودي بنتي الكبيرة سبقتني ان هي بتحب الكتب قوي، بتشوف لها كتاب ولا حاجة، ماليش دعوة بيها، عملت نفسي مش شايفاها. واحنا كده في طريقنا للمطعم. كانوا النهاردة بقى محضر لنا رز وسمك وبطاطس وطحينة وسلطة، يعني كانت وجبة لطيفة قوي. السمك هناك طبعا حدث ولا حرج، يعني سمك محترم زي ما بيقولوا. ده كده وقت العصاري كده خدت لي فنجان قهوة لازم طبعا عشان اظبط دماغي، كنت مصدعة جدا. وبرضو نزلنا على اخر النهار كده، خرجنا شوية عشان اتفرج على البلد ونشوف ايه احنا محتاجين ايه. ده وانا مستمتعة بجد، مش قادرة اوصف لكم الاجواء والجو هناك حلو قد ايه. مفيش رطوبة ولا في اي حاجة حر ولا اي حاجة خالص يعني. منظر المسجد ده عجبني قوي، لفت انتباهي. المعمار هناك ما شاء الله تحفة. بصوا المساجد اكتر حاجه لفتت انتباهي في البلد كلها بصراحه، هي البلد كلها روعه بصراحه، بس المعمار شدد انتباهي قوي. انا بحب شكل المساجد الحلوه اللي بتبقى ضخمه دي. وطبعا ما ينفعش نعديها كده، لازم نروح نخرب الدايت اكتر، فروحنا بلبن. كاب شوكليت. هاتي بقى ده كده. بص هو اصلا عباره عن ايه؟ حاجات عجيبه كده، غريبه، ظريفه، لطيفه. يلهوي يلهوي يلهوي. بقت في ذمة الله. ننزل بقى اختي جايبه المنظر ولا لا؟ جايباه. كده بقى ماما عايزين نخلص بقى. حاضر يلا يلا بقى مش مهم. انا عايز لكم تمام كده خلاص خلصت. حلو قوي. يلا يا رورو زغروطه. حلو اللي هنروره. زي ما انت شفت كده ركبنا كمان حنطور واتبسطنا قوي قوي، او ركبنا يعني العربيه بيجرها حصان، كان بجد كان احساس حلو قوي. وده اليوم الثالث، خدنا بعضينا ورحنا جبل الملح. جبل كده سبحان الله بيكسروا بقى فيه ويطلعوا منه الملح اللي احنا بنستخدمه ملح الطعام، وبيعملوا كمان منه اشكال وحاجات حلوه كتير قوي هنشوفها مع بعضينا ان شاء الله. بصوا شويه الملح دول، يعني اخر جمال. سبحان الله كأننا في جبل جليد. وطبعا اكيد اكيد ما سبتش المنظر ده غير لما اخد كام صورة حلوة قوي ليا انا وبناتي. اتبسطت قوي 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 في اليوم ده. ودي بقى السم برودكتس او بعض المنتجات اللي معمولة من الملح، بيور ملح زي ما انتم شايفين كده. حاجات حلوة قوي، هسيبكم تتفرجوا وتستمتعوا زي ما انا استمتعت بالظبط. الاباجوره الملح الصخري ب 100 جنيه بدل 150. والله احب انا بقى الحاجات دي قوي، بحسها جدا. ده يبقى داخل شفاطة. العابها اهي.
ودي اواني خشبيه عجبتني قوي، والفنجان ده عجبني شكله قوي، كنت عايزه اجيبه. بسال الراجل بكام، قال لي ب 350 جنيه، رجعته تاني مكانه. حاجات كتير حلوه قوي. وبصوا القطاعه دي كمان هتبقى يعني شكلها شيك قوي لو جبتوها حطيتوها في المطبخ بتاعكم، شكلها حلو. وحاجات كلها طبيعيه يعني زي ما احنا شايفين، وفي اباجورات بقى، وفي اواني فخاريه، يعني كل حاجه. واسعار على فكره حلوه جدا، يعني مش اسعار سياحيه اوفر، يعني فاهمين قصدي؟ بجد حلوة قوي. والفايبس كانت حلوة جدا. ودي بعض بقى مستحضرات التجميل، صابون اللي هو بالنيلة الزرقاء وبزيت الزيتون والطمي المغربي، وحاجات في منتهى الجمال. وفي اللي هي بشمع العسل، كل حاجة موجودة هناك بأسعار في منتهى الجمال بصراحة. بصوا انا بوريكم الحاجات عشان لما تروحوا هناك تبقوا عارفين هتجيبوا ايه. وكمان في حاجات هاند ميد معموله، مراكب كده شكلها حلو قوي. ودي قارورات للميه برضو لطيفه. ودي نجوم البحر محنطينها كده، شايفين شكلها لطيف قوي. بس انا مش بحب الحاجات دي، يعني ما بحبش اقتني الحاجات دي، بحس ان الحاجات دي اتعذبت وانا بحطها في البيت عشان اعذبها اكتر يعني. وعندي هنا مجات وحاجات. وده المنظر ده حلو قوي برضو للتصوير. طبعا برضو ما سبتوش الا لما اتصورت لي كام صوره كده حلوه انا وبناتي. وبعدين خدنا بعضينا وطلعنا على حديقة فريال. الحديقة دي مشهورة قوي قوي بورسعيد، وفعلا حلوة جدا. عاملين شكل خريطة بورسعيد كلها في الأرضية كده، وعاملين عليها حاجات حلوة كتير، فيها مناظر طبيعية خلابة. وطبعا ما ينفعش برضو الواحد يفوت منظر حلو زي دوت ما يتصورش كام صورة حلوة. شكل الوردة دي عجبني فصورتها. والطاحونة دي شكلها حلو قوي. الحديقة دي من أيام الملك فاروق، فما شاء الله يعني كل حاجة فيها لطيفة ومعمولة حلوة قوي. خدنا بعدين طبعا لازم نروح سوق السمك. وطبعا جبنا سمك من هناك وكلنا، وجبنا سمك خدناه معانا القاهرة. ما ينفعش اصلا يعني نعدي بورسعيد من غير ما ناكل لنا اكلة سمك معتبر يعني. وده شكل الجمبري هناك حبيب قلبي، انا بحبه جدا جدا. برضو جبنا كل حاجة احنا نفسنا فيها، وما حرمناش نفسنا من اي حاجة. بورسعيد يا جماعة مليانة خير، مليانة حاجات حلوة كتير قوي. ورحنا الاشهر محل بقى بتاع الشوكليتس وحاجات اسمه علوش. يعني بوريكم نظرة سريعة كده للحاجات اللي جواه. وطبعا اكيد ما مشيناش من هناك لما جبنا كام شوكليت دارك كده، على كام حاجة كده للبيت تنفعنا يعني. وحاجات حلوة كتير كتير. روحوا هناك هتستمتعوا زي ما انا استمتعت واكتر كمان. يا رب يكون فلوج النهارده يكون عجبكم. ما تنسونيش بقى باللايك والشير والسبسكرايب والفيسبوك والانستجرام والتيك توك. وبحبكم جدا، واكتبوا لي ايه اكتر جزء عجبكم. سلام.